خد شنطتك يا حبيبي، يلا من هنا واطلع برا. مش رجال انك تكسر رجل اخوك وتطرده برا البيع. ايوه. مالكش دعوه بالموضوع ده يا هيثم، انا واخوي ونتصافوا. كيف ماليش دعوه بالموضوع ده؟ لا لا يا دعوه. تكسر رجل اخوك وعايز تطير وراه من بيتك عشان خاطر هو عارض عليك انك تبيع ارض من ارض ابوكم؟ ما انا ولد عمكم، هنشوفكم ونتفرج يعني؟ لا. ويا فيها يعني نبيعوا قراط 2 3، ما فيهاش حاجه، ما معانا كتير. ما بدل ما تبيع ارض ابوك يا اخي يشوف لك شغلاني، بدل ما نايم في البيت وعايز تصرف وتبيع من الورث اللي سابوه لك ابوك وتكسر رجل اخوك عشان الارض. والله يا ولد عم كل اللي قلته ما تبيعش ارض من ارض ابوك، عشان عندنا في الصعيد محدش ما يبيع ارضه. لا هنبيع، ومش قراط ولا 2 ولا 3، هنبيعهم كلهم. حدش لحاجه عندي يا ابو العمه، كل الناس تبيع. لا ما فيهاش حاجه لما تبيع، بس تبيع بفايده لما تكون هتعمل حاجه مهمه. ولكن اللي كان عليك انت عايز تبيعهم عشان خاطر تتصرمح بيهم وتضيعهم في الهايف والناس تضحك عليها. لازم نحافظوا. ايوه دي ارضنا وارض جدودني. اذا كان على اخوك ما حاج. اسمع يا ولد عمي، انتوا على راسي من فوق. بعد كده الفلوس نطلع نتصرمح بيه، دي فلوسنا ومحدش له دعوه. طيب سيبك من الفلوس والاراضي. كيف اتجرأت انك تضرب اخوك وتكسر له رجله؟ وده كله ليه؟ عشان خاطر شويه فلوس وشويه ارض؟ لا، انت ما عندكش حق في داي، لاني مهما كان ده اخوك والد امك وابوك. ما ينفعش تخلي الغريب يشمت فيكم يا مصطفى، عشان الاخ عمره ما يتعوض. الاخ عمره ما يتعوض ولا بكنوز الدنيا، لكن انت حاسبها غلط وطول عمرك هتفضل غلط. مش ده اخوك اللي كان واقف معاك ايام ما كان في الغربة ويبعت لك في الفلوس؟ مش ده اخوك اللي باع الدنيا واشتراك؟ مش ده اخوك اللي كان يطلعها من بقه ويديها لك بعد ما ابوك الله يرحمه توفى؟ ده كله راح فين؟ ها راح فين ده كله؟ ها راح فين ده كله؟ عارف اخوك ما ينفعش تخسره مهما كان السبب ايه، ولا عشان حريم ولا عشان عيال ولا عشان فلوس ولا عشان اراضي، عشان كل حاجة في الدنيا تتعوض الا الاخ. يا اخي ده الواحد لما يوقع يقول اخ تقوم تكسر له رجله وعايز تخلي الناس الغريبة تشمت فيكم؟ شفت ولد عمك خايف عليك كيف؟ ويا ريت بعد ده كله يعجب. حكم عقلك يا ولد عمي، لو 5 دقايق هتلاقي نفسك انك غلطان في حق اخوك. اخوك ده لازم تحافظ عليه، ما تفرطش فيه زي ما قلت لك مهما كان السبب ايه، ولا فلوس ولا اراضي ولا حريم. وانتي اهم حاجة عندك الفلوس. عندك حق يا ولد عمي، الاخ عمره ما تعوض اي حاجه. يبقى خلاص قبل ما نمشي دلوقتي هتحب على راس اخوك وتصالحه عشان يبقى مرتاح. بس حقك علي يا اخوي، ادي راسك. ايوه كده، ده الاخ سند بعد ربنا سبحانه وتعالى، فتحافظ عليه وعمرك ما تخسر. بعدين يعني زي ما قلت لك ده الواحد لما يوقع يقول اخ، اوعاك تفرط فيه مهما كان السبب ايه. وربنا يحرسكم ويبعد عنكم الفتن.
ان شاء الله وخليكم البعض. ما اكيد حد وقع بينكم، اصل الناس دلوقتي معاش غير الفتنه. يا رب يكفينا شر الفتنه يا رب. يا عمي الحمد لله، الحمد لله انها جت لحد كده وما تسرعوش وخسروا بعض، اصل التسرع ده وحش. المهم انا بايت معاكم النهاردي، المهم عاملين ايه اكل النهاردي؟ خير ربنا كتير يا ابو عم، خش بس. وبعديها بيت الكرام لا يضام. اكيد احنا صعايده وبردك اهل الكرم والله، والناس كلها زينه يا شيخ.